الشخص اللي قدامكم ده حقن نفسه ببكتيريا عمرها 3.5 مليون سنة عشان يشوف ايه اللي هيحصل له بعدها، والنتيجة عملت صدمة في المجتمع العلمي. الدكتور أناتولي بروشكوف لقى بكتيريا حية تحت الجليد في سيبيريا بقالها ملايين السنين، سماها باسيلاس اف. بروشكوف بعد دراسة البكتيريا اكتشف انها مش بس مقاومة للزمن، لكنها قادرة انها تطول عمر اي كائن حي تلمسه. فقرر يعمل عليها شوية تجارب. في البداية حقنها داخل مجموعة فئران، اكتشف ان الفئران فضلت تخلف لسنين طويلة حتى بعد سن العجز. فقرر يحقنها في مجموعة محاصيل، اكتشف انها بقت اقوى ومقاومة للصقيع. فالدكتور بروشكوف قرر ياخد التجارب لليفل مختلف تماما، وقرر انه يحقن نفسه بيها في 2013. بعد سنتين الراجل طلع واعلن عن تحولات مذهلة في صحته. قال انه بقى بينام اقل من الطبيعي، طاقته بقت اعلى، والاهم انه ما مرضش ولا مرة من وقت ما حقن نفسه بيها. والموضوع ما وقفش هنا. الممثلة الالمانية مينوش جربتها وقالت ان بشرتها رجعت ناعمة وشابة كانها صغرت في السن. الغريب ان العلماء لحد دلوقتي لسه مش عارفين ليه البكتيريا دي بتعمل كده، وكتير منهم متأكدين ان اجابة السؤال ده ممكن يكون حل ينهي على الشيخوخة تماما. على ما يوصلوا للاجابة اتأكد انك متابعني. سلام.